استقبلنا مريض يعاني من جلطة دماغية حادة في الجهة اليسرى. بعد إجراء الفحوصات وفحص الرنين المغناطيسي تبين أن هذه الجلطة هي جلطة صغيرة قامت بالتأثير لفترة معينة على جزء من الدماغ. وبعد إجراء الدوبلر وفحص المفراس الملون تبين وجود تضيق شديد جدا في الشريان السباتي الأيمن بنسبة تجاوز 90%. هذا المريض لابد من علاجه بقسطرة مستعجلة إلى حد كبير للشريان السباتي الأيمن لمنع حدوث جلطة مستقبلية تكون خطورتها في خلال الأيام بعد الجلطة الأولى تسبب شلل نصفي تام ويؤدي إلى دمار كامل في حياة المريض. في مستشفى الكفيل قمنا بإدخال المريض إلى شعبة القسطرة. تم إجراء العملية عن طريق التخدير الموضعي عن طريق دخول الشريان الفخذي، وضع فلتر الحماية في الشريان السباتي، وكذلك بعد ذلك وضع الشبكة، نفخ ما بعد وضع الشبكة لأجل تهيئة الشريان بطريقة ممتازة. المريض خرج متحسنا. الإجراء تم في قسطرة مستشفى الكفيل وباستخدام الأجهزة المتقدمة الموجودة في مستشفى الكفيل.